وفي هذا الزمن هناك حمض الدي ان ايه كثير من الناس يقوم به، لكن يا أخوة أنا أنصح بعدم الاعتماد عليه اعتمادا كليا، وعدم تصديقه كأنه الشيء الذي لا يخطئ، لا سيما ما يؤدي إلى الطعن في الأنساب. يا أخي الناس مأمونون على أنسابهم، قال لك أنا حجوري حجوري حتى يعني إيش عليك، أو قال لك حاشدي حاشدي إيش عليك، أو قال لك هاشمي هاشمي إيش عليك. لا تطعن في نسبه، لا تطعن في نسبه، ولا تذهب إلى هذا الحامض الدي ان ايه وأن هذا طلع نسبه كذا وهذا طلع نسبه هكذا. الناس مأمونون على أنسابهم، والرافضي رافضي لو طلع نسبه إلى الحسن بن علي أو الحسين بن علي 100% بلا شك ولا إنكار، رافضي ليس منهم ولا إليهم، والسني سني كيف ما كان. ثم أيضا هذا مدعاه إلى الشر، ولذلك في بعض الدول كانوا قد قرروه يعني بين الآباء والأبناء، فحصلت مفاسد. ربما يخطئ الدي ان ايه، وإذا بالرجل يشك في زوجته، أو ربما يكون الدي ان ايه صحيح، لكن عندنا الحكم الشرعي الولد الفراش والعاهر الحجر، وهذا يذهب يعمل لي أن هذه المرأة ربما يفارقها زوجها ما قد علم عليها لا شر ولا رأى منها يعني شيء، فيترك هذا الحامض لو لم يكن إلا احتمال الخطأ. لكن في بعض الدول قد جعلوه في الأم، يعني هذا سهل، يريدون أن يعرفوا أن هذا ابنها أو ليس ابنها، حتى إذا وقع غلط ستقول ابني وربما عاد الفحص وكذا. أما لما يعملوه مع الأب وغلط وقال هذا ما هو ابنك، مشكلة هذه الفحوصات لا أحد يطمئن إليها ولا أحد يبني عليها حكم، واحمل ولدك على أنه ولدك، إيش عليك؟ بلد الفراش والعاهر الحجر، لا سيما والأم معروفة بالأمانة. إذا شككت فيه اذهب واعمل لك ماذا اللعان، اذهب واعمل لعان، حكم شرعي. أما هذا دي ان ايه ودخلوا في الألقاب ويدخلوا. ثم أيضا الدي ان ايه هذا من أين جاءوا به؟ جاءوا به من عند الكفار، الله أعلم. ربما اليهود والنصارى يحرفون أنساب اليمنيين، يحرفون أنساب الهاشميين، يحرفون أنساب العرب، ويقولون فلان هذا نسبه ليس إلى العرب، يعني قد ربما في بادية ما يعرف بلاد ويطلعوه إلى أوروبا. هذه ما تستقيم، فيبقى الناس على أنسابهم على ما ظهر لنا ولا ننقل. والله إن قال قرشي كنا قرشي، قال هاشمي هاشمي، حسني حسني، حسيني حسيني، ما قالوه قلنا فلان حسني فلان حسيني. إذا هو رافضين قل له والله لو تكون من كنت رافضي عندنا يعني معروف حكمه، صوفي قبوري معروف حكمه. هذا من باب الفائدة والتنبيه على هذا الأمر. بعضهم مشغول بهذا، يعني حتى كان يقول والله لو ألحقني بما ألحقني، كأنه لا وحي. سالم مولى أبي حذيفة الذي قال له والله لو ألحقني بمن ألحقني للحقت به، وهذا كان يرى الحمض الدي ان ايه أنه كذا. يا أخي اترك لك من هذا الدي ان ايه ولا تنقب يمني يمني، ما دمت يمني يمني ليش تنقب؟ وإذا كان قد ابتلى الله أمك بشيء أو ابتلى الله واحدة من النساء، يعني تصرح تبقى في شك ويداخلك الشك. وربما بعضهم عاد يأتيه الوسواس الخناس ويقول إذن كيف ترث من هذا وأنت ما أنت من نسبه، ودخلك في مشاكل. خلونا مع القافة الشرعية، لا سيما الذي يعرف هذه الأقدام بعضها من بعض. والله أن بعضهم كنا نعرفه يراك وأنت تمشي يقول لك أنت ابن فلان وهو من بلاد بعيدة منا، وربما يقول لك أنت من قبيلة فلان، يعرفك. يقول له كيف تعرف؟ يقول فلان ينقط الدم، هكذا يعبرون. هو القافة. وسيأتي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بالقافة لما رأت زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، مع أن زيد بن حارثة كان أبيض اللون جدا وأسامة بن زيد كان أسود اللون جدا، حتى لربما طعن في ذلك. فلما رأى أقدامهم لم يرى وجوههم،
قال هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وأقر القافة.